يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. اليوم راح نعمل سوا كيكة الرواني أو بسبوسة الرواني. طريقتها كتير هينة وما بتاخد معكم أي وقت، وطعمتها كتير طيبة، أطيب من الكيك وأخف من البسبوسة. تابعوا الفيديو للآخر، ولو بعدكم ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد من وصفاتي. ويلا نبلش الفيديو بالمقادير. أول شي عندي 3 بيضات بحرارة الغرفة، وراح أضيف عليهم 3/4 الكوب سكر، ومعلقة ماء زهر، وبطرف المعلقة خل أبيض. وطبعا هون ما ضفت فانيليا لأنه الماء الزهر بكفي بيوفي. هلأ راح أضرب البيض والسكر ليصير لونهم أبيض. تمام هيك. هلأ راح أضيف 3/4 الكوب زيت نباتي، وممكن تخلطوا زيت مع سمنة. أهم شي لتنجح الوصفة تستخدموا الكوب المعياري لكل المقادير. وهلأ راح أضيف كوب من الزبادي، تقريبا علبة، راح أضربهم سوا، وبهيك بتكون كل المكونات السائلة صارت جاهزة. وراح أبلش أضيف بالمكونات الجافة. وأول شي راح أضيفه السميد، كوب سميد، وراح أضيف كوب من الطحين، و3/4 الكوب جوز هند، وظرف بيكنج باودر. تمام. هلا راح أخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة ليتجانسوا كل المكونات سوا. هيك تمام، صار الخليط جاهز. وعندي الصينية دهنتها بزيت، وهلأ راح أضيف
الخليط بالصينية. وطبعا أنا محمية الفرن على درجة حرارة 170 درجة. راح أدخلها على الرف الوسطاني، بتاخد من 40 ل 45 دقيقة حسب الفرن عندك. أنا أخدت معي 40 دقيقة. بحمرها أول شي من تحت، ولا تصير الأطراف لونها ذهبي بشعل الشواية من فوق. تمام هيك، وهي صارت جاهزة عندي بعد ما أنا حمرتها. هلأ راح بسقيها بالقطر البارد طبعا، وبوزع القطر على كل الأطراف، وبتركها لتتشرب القطر. وبعدين بزينها بشو ما بدي، بمكسرات أو جوز هند الموجود عندكم. أنا هون زينتها بجوز الهند وحبات الكرز. بنصحكم تجربوها، كتير طيبة، خفيفة جدا، وطعمتها مثل الكيك والبسبوسة مع بعض. جربوها واكتبوا لي شو رأيكم بالتعليقات. وإن عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد من وصفاتي. استنوني بفيديو جديد وبوصفة جديدة.